الصيف دخل ومحدش بقى طايق نفسه، وكلنا محتاجين الايس كريم يهون علينا الحر ده. وعشان تعرف اني بعزك وما يهونش عليا التلزيق اللي انت عايش فيه، جيت لك النهارده ومعايا اغلى 5 انواع ايس كريم في العالم. تمن البوله منهم تغنيك عن اي شغل جالك في حياتك. حسب تقرير صدر من موقع ويلثي جوريلا، ذكر الموقع اغلى 5 انواع ايس كريم في العالم. ارخص واحد فيهم يخليك من اثرياء القوم. وعشان ما تتخضش هنبدا باقل واحد، وهو صاحب المركز الخامس ما بين كل الاثرياء دي كلها، وهو 3 توينز ايس كريم سانداي، واللي سعره $3333 بس. واتصنع النوع ده لاول مره سنه 2005، وبيتكون من ايس كريم عادي خالص بس بيتغطى من النبيذ النادر، وبيتقدم مع معلقه ذهب. ومش عارفين اللي هيشتري الايس كريم هياخد المعلقه معاه ولا هينال شرف ان هو اكل بيها وخلاص. لكن اللي نعرفه انك ممكن تستغنى عنه اصلا وتشتري عربيه صغيره بالمبلغ ده تريحك من زحمه المواصلات وتملى يا سيدي شنطتك ايس كريم كمان. نيجي بقى للمركز الرابع، ايس كريم فروزن هوت شوكليت، واللي سعره $25,000، واللي صدر لاول مرة سنة 2007. وده بيتكون من أوراق من الذهب، وبيتقدم مع سوار ذهبي عيار 18 وواحد قيراط من الألماس الأبيض، وبرضه بيتقدم معاه معلقة ذهب مزينة بالألماس. مش فاهم الحقيقة ليه الواحد ممكن يصرف تحويشة عمره في حتة بولة آيس كريم، إلا لو كان حران قوي يعني. نيجي بقى للمركز الثالث، 3 توينز آيس كريم أبسورديتي سانداي، واللي سعره $60,000، وبيتم تقديمه مع تذكرة طيران، وبتعود أرباحه لصالح الجمعيات الخيرية في أفريقيا للحفاظ على البيئة، واللي من ناحيتهم قالوا والنعمة ما شفنا حاجة يا باشا. المشكلة هنا إن لو أنت عندك فوبيا من الطيران، فإيه مصير تذكرة الطيران اللي أنت دفعت $60,000 فيها دي؟ قول لي ايه. في المركز الثاني بقى مستر بيست ايس كريم سانداي، واللي سعره ركز بقى معايا $100,000، واللي ممكن تشتري بيهم لاعب كرة قدم تفرهده في الملعب سنتين رايح جاي كده. والايس كريم ده اتعمل بناء على طلب يوتيوبر مشهور جيمي دونالدسون، واللي طلب من شيف انه يعمل له ايس كريم مكون من جبنه $500 وشرايح لحمه $50,000 وكرات ايس كريم كده $100، شوكولاته من امريكا الجنوبيه وفراوله من اليابان وما اعرفش توت بري منين وخشب من دمياط، ودفع للشيف في الاخر $20,000 بقشيش. لا بصراحه الصرف باين. الله رهيب. هاي احلى حاجه في الايس كريم بقى المانجا اللي ما فيهوش بذره، عارف. ووصلنا لصاحب المركز الاول، فركز كده بقى معايا وهدي اعصابك، ولو ضغطك عالي حاول تمسك معايا اعصابك، لان تمن الايس كريم ده انت ممكن تعيش بيه باشا وتشتري بيه قصر حتى لو زمن البشوات انتهى. وده ايس كريم فراولة ارنو، واللي سعره $1,400,000، وهو ايس كريم عادي خالص بس بيتقدم مع خاتم الماس وردي عيار 4.7 قيراط، كان مملوك للسير ارنست كاسل. طب لو الخاتم ما جاش مقاسك هتعملي ايه في المصيبه دي يا ست الكل؟ وزي ما انتوا عارفين المثل المصري المعروف، اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. او بولة ايس كريم سعرها كفيل انها تجوز شباب حي كامل وتشتري لهم تكاتك وياكلوا عليها عيش كمان. بعد ما سمعت عن اغلى انواع ايس كريم في العالم، تقدر تقول لنا في الكومنتات ايه هي اغلى حاجه اشتريتها في حياتك؟